غادي يرجع لدارو يلقى الدار على الضص، مسيوة شراوطو كسيوتو مرمية ومليوحة، فين مشى فراشو وفين مشاو مويعنو وفين مشات مراتو وفين مشات بنتو، والو، بحال ديك الدار كانت خاوية ما عمرها تسكنات. قولوا بسم الله على بركة الله، ونقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغادي نحكيو واحد القصة تجيب لك الراس من تسمعها وما تفهمش العقلية والنفسية تاع بنادم كي دايرة. غادي نمشيو لبوسكورة عند عبد الكريم، واحد السيد ما عندوش وما خاصوش، خدام في داكشي ديال اللبني، نوا يتزوج يكمل شرع الله ويعف نفسه ويتزوج بنت الحلال. وغادي يتسلط على واحد السيدة هنايا نسميوها حنا ميلودة. هذه ميلودة قبلت انها تسكن معاه وسكن في دارهم، عندهم دار كبيرة، هو وخوتو ووالديه الصراحة ناس دراوش، ماشي انا اللي كنقول، الجيران اللي كيقولوا. فواش قابلة باغيه تزوج بميلودة، سكنوا مع دارهم. اليوم غدا كو عارفين، قلتي لي درتي لي شفتي فيا عجنتي فعلتي تركتي. الصراحة على حسب ما كيحكيو ماشي عجوزتها اللي كتشكى منها، هي اللي بقات كتشكى من العجوزة ومن الوايس والوايسات وجا فلان وجا فتلان وعلى شتا، كتقول لراجلها انا ما كرهتش تكون عندي دويرتي باش ناخذ راحتي باش نلبس اللي بغيت. عندها الحق، تسكني مع الوايس وتسكني مع العجوزه وتسكني معها، ولكن من الاولى وافقتي تسكني في دار العيال. سيدي نحنا نحكيو القصه، ما نحكموش. بقات هكا كل مره راجلها يقولها صبري يا بنت الناس، راه حنا ساكنين في هابور حتى نديرو دويرتنا، تي صبري شويه. هذيك الصبر شويه هي حملات راكو عارفين نك داخل السيد وبغيت ناخذ راحتي، خارج بغيت ناخذ راحتي، حتى ولدات رزقهم الله بنيه كيسميوها مالك. عائله كلها فرحات والسبوع وعارضين وفرحانين. هنا ميلوده بقات تعاود تنزل على عبد الكريم وتقول له دابا ربي رزقنا بالبنيه، دابا حتى البنيه غادي تخصها بيتها وتحتاج بيتها. ومن هاد الهضره هادي هو كان جا ماشي بهركه، غادي يمشي يشري واحد السفليه صغيره مشمشه مهويه في ليساسفه على قدو هو ومراتو وبنتو، المهم ما يخلصش الكرا. فاش غادي يوقع هنايا؟ هو بقى خدام في داكشي ديال البني، كاين مخلوق يبكر يمشي يخدم يضل في تماره، ما يروح وما يرجع لدارو حتى ديك 6-7 العشيه. تماره من الصلاه ديال الفجر ملي يصليها ما يرجعش ينعس، يفطر فطورو ويمشي يتسقد لخدامته. كو عارفين الناس اللي يخدموا في البني ضربوا تماره يرجع مطحطح. هو تيمشي ومن الدار للخدمه، امين يغير كما نقولوا الاتجاه، يمشي للجامع. هو كيضل في خدمته باش يجيب لمرتو وبنتو مصروفهم، وهي اش كدير مدام ميلوده؟ كتانتك او تلبس ديك الجلابه اللي ما تعرفش مولاتها كي دارت دخلات فيها، كتكون ايفازي مسنتريه عليها باش تبرز المؤهلات ديالها الاماميه والخلفيه. وواحد العكر راكا من بعيد يمكن حتى راجلها ما كيشوفهاش به، ولكن صحاب الزنقه كانوا كيشوفوها به خارجه. شنو هو كتاخد بنيتها معاها، وكل مره كتركب مع واحد في الطوموبيل، والجيران واحد كيقول لواحد حومه صغيره، حومه كما نقولوا شعبيه. ولكن هاد الناس كاملين اللي كانوا كيشوفوها عمرو ما عاودوا لراجلها ولا حكاولو ولا قالوا بينها وبين راجلها. المشكله ماشي في انها كتخرج، مشكله ان بنيتها ملي كانت صغيره كتديها معاها. اذا ما كي بدات البنت شويه تكبر وتفهم بقات كتسد عليها وكتمشي، وديك البنت كتبقى تبكي تضرب في ديك الباب
حتى تسخف من البكا وتولي تشد قنيت مسكينه وتبقى تسكت. ودايما ميلودة كترجع قبل عبد الكريم. عبد الكريم راه لهيه معلق في شي شافولاج ولا في شي حيط يحرشو ولا خدام مسكين بعرق جبينو كيجيبها بالحلال باش ما ينقص على ميلودة وعلى بنيتو والو. كيضرب في تماره في الحلال وهي كتضرب في تماره في الحرام. وزاد كملت الباهيه ما بقات كتسد على البنت. الجيران غادي يقولوها لعبد الكريم قالك لا سيدي كيدخلوا سوق راسهم. ميلودة تحشم على عرضها ما عندهاش العاده، هي العاده الراجل يخرج من هنا هي تتأنتك من هنا وتخرج من هنا حتى هي. ايوا ملي عرفات بلي ريحتها فحفحات في الحومه وكلشي عرفها كلشي ولا يخنزر فيها وحتى واحد ما كيهضر معاها وحست براسها داكشي اللي دايره راه غادي يوصل لراجلها. اش غادي دير؟ ما دير، غادي تجمع كلشي داكشي اللي في الدار الفريش وتمشي تكري واحد الدويره وتمشي تسكن فيها. عبد الكريم كما قلنا غادي يجي ما يلقى والو، والله كريم يجلس يشد الارض يبقى يخمم اش غادي يدير ما يدير، ما عرف لا يقدم ولا يوخر. والراجل راني نقول لكم حدودي حشومي متقى الله، ماشي مولا شروعات ماشي مولا مشاكل. اش غادي يدير؟ كمدها مسكين وسكت. ورا ما بقى فيه لا فراش لا مواعين لانها مشات بديك الطريقه. هو بقات فيه بنته، هو بغى بنيته. تيصوني ليها في التليفون ما كان والو، تيصوني على حبابها كيقولوا ليه ما عارفين والو. كمدها ووكل مولانا وخلاها في يد الله. من بعد الجيران عاد غادي يبداو يقولوا له مراتك اش كانت دير، مراتك اش كانت تفعل، مراتك اش كانت تترك. عاد بداو يوصلوا الخبر. الوقيته اللي هي كتمشى كرات البارطمان وبدات تستقبل فيها الصحاب وخرجت الطريق بالطاي وبالعلالي. بقات هكاك حتى لواحد النهار الحد غادي تمشي عند البوليس وغادي ديكلاري في 2016 غادي ديكلاري وحالتها حاله. السيده واكله الدق واكله العصا ديال بصح. غتقول ليهم راه الراجل ديالي حيت عبد الكريم ما طلقهاش باقا مرتو، غتقول لهم راه تهجم عليا في البرطمان اللي انا كارياها وراه شبع فيا عصا لا انا لا بنتي. مالك في ديك الوقيته كتواصل 9 سنين وبقى يدفع فينا وبقى يضرب فينا وفي التالي راه خنق البنت وقتلها وزاد في حالاته. اش كتقول هاد السيده؟ سيدي انا هادشي اللي كاين، هادشي اللي طرا. كيفاش هادشي اللي طرا؟ تيا ضربك وحد ما سمعك تغوتي؟ لا سيدي غوت ولكن حد ما سمعني، هو دار فينا شرع يدو ومشى. وهذا الراجل علاش ما ساكنش معاك؟ سيدي انا تفاصلت عليه هادي زمان. تفاصلتي؟ سيدي تفاصلت عليه هادي زمان ما كنتش مرتاحه معاه وتفاصلت عليه. ولاش تفاصلتي عليها ميلودة؟ سيدي وكتاب الله كيتصرف سيدي ودار السباب البنت وزعما جاي يشوفها ودار فينا ديك الحاله. راجلك تيشرب ميلودة؟ لا سيدي والراجل ما تيشربش. ايوا كيفاش ميلودة دار فيكم غير هكاك استفزيتيه؟ لا سيدي لا انا دريويش انا كاع ما كنستفزو. غادي يمشيو معاها للدويره ديالها يتاكدوا واش هادشي اللي كتحكي هاد السيده بصح ولا راه كتزيد في فخرات. فعلا مشاو كيمشاو غادي يعيطوا على الشرطه العلميه باش يديروا التحقيقات ديالهم ويباشروا الاجراءات ديالهم والنيابه العامه غادي تخبر واكيد غادي البصمات غادي يصوروا الصور الاحترازيه غادي ياخذوا كل شيء على حقه وطريقه. الاجراءات ديالهم ما شاء الله عليهم. خليهم هما خداو مالك للتشريح ونمشيو مع واحد الجروب معاهم نمشي يجيب عبد الكريم. هادشي درتيها عبد الكريم؟ اش درت سيدي؟ انا ما درت والو.
كيفاش ما درتي والو؟ علاش ما هجم على مرتك وبنتك؟ سيدي انا ما تهجمت لا على بنتي لا على مرتي. شكون اللي قالكم انا تهجمت عليها؟ مراتك. سيدي حق انا ما مشيت عندهم ولا تهجمت عليهم. هذا الباطل هذا. انا سيدي كنخدم خدمتي وكنجي نعس في داري. تبت عبد الكريم تبت حنا ما قلنا لك جي الليل، حنا نقول لك مع 8 الصباح. مع سيدي 8 الصباح انا كنكون في خدمتي. كيفاش في خدمتك؟ مراتك كتقول انك درت السبه انك تزور بنتك ومراتك، وانك بقيت خبطه تنقرت انت وياها وبقيت خبطه فيها خبطه في البنت. انا نضرب بنتي صغيره سيدي، اش نضرب فيها؟ انا موحش فيها ونضربها؟ مراتك اللي كتقول ياك مراتك. اييه سيدي مراتي هزت الرحيل وسمحت فيا، وانا واش نطلقها على ودي ديك البنت. قلت انا سخونية الراس درك يبرد عليها راسها وترجع. شحال هادي باللي انفصلت عليك؟ واسيدي دي راه سنوات هادي. شحال اليوم وانت كاع ما حاولتي تطلقها، ما حاولتي تشكي بيها، ما حاولتي تدعيها. سيدي حنا بعاد على المحاكم وبعاد على المشاكل، اش دانا شي محاكم؟ انا كنقول دوك ربي يهديها ودرك ترجع لدارها. ماشي انت اللي ضربتي البنت؟ لا سيدي بنيتي علاش نضربها؟ انا ما كنضربش بنتي. وما راه كتقول لنا خبطه فيها وخبطه في البنت، خبطه في الام وخبطه في البنت. والله سيدي ما مديتي يدي لا على دي لا على ديك. ما في خباركش ان البنت ماتت من مورا ما خرجت؟ شنو هو اين بنت اللي ماتت؟ اش كتقول بنتك؟ مالك من بعد ما ضربتيها؟ قول الصح. قول والله سيدي ما ضربت، والله سيدي ما شفتهم. انا بنتي ماتت؟ مالك ماتت؟ بنتي ماتت؟ سيد دار يديه على راسو وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وبدا بكي هي ما تبكي. لحيتو درت خات عليه، ما عرف باش تبلى، وهو راه كيحماق على بنيتو. كيفاش ماتت؟ ما انتبهش انه هو اللي متهمين، هو مصدوم في ان بنته ماتت. بنته الصغيره راه اسم على مسمى. مالك مسكينه ماتت. ما فهمش المعلومه، ما فهماش مزيان ويلا كيستوعب فيها. نخليه هو يستوعب مسكين، الصدمه نزلات عليه قويه. ونمشيو مع المحققين لعند الجيران. تشي الا جا عندها مع 8 ديال الصباح ودخل وضرب وضرب هادي وهادي، راه باينه الغوات سمعوه. كيفاش الجيران ما دخلوش يسلكوهم؟ ملي سولو الجيران قالوا بلا سيدي حنا ما سمعناش، كنغوتو لو كان سمعناهم. حنا كنسمعوا الموسيقى من كيقصر عندها شي حد. السيده سيرتها، ولكن ما نقدو نهضروا معاها، ما نقدو نقولوا لها والو. راجل داخل راجل خارج. في الاولى هضرنا معاها ومن بعد قلتنا ماشي شغلكم، ما قيلش داخله سيدي. ولكن باش تقول لك راجلها جا مع 8 ديال الصباح وغوتات سيدي ما سمعناهاش حنايا تغوت. كون سمعناها تغوت كون عتقناها. وبقى التحقيق خدام. عبد الكريم يقول من ما عرفاش تا فين ساكنه عباد الله هذه سنوات ملي هجيت وطجت وحتى خرجت عند الجيران قالوا لي ما كديرها. وسيدي وحق انا بنتي موحش فيها، واش انا غادي نتعدى على بنتي صغيره؟ انا ديك هي اللي خرجت بها من الدنيا. هي تحلفت الصحه ان راجلها جا مع 8 وانه ضربها هي والبنت، وانه تسبب في قج البنت باش ما تغوتش، انه هو اللي صفاها ليها. كيبحثوا معاهم ويعاودوا يبحثوا معاهم ويعاودوا. هي مصرة على أقوالها وهو مصر على أقواله، وسير حتى هادشي يعاود تاني يبحثوا معاهم حتى غادي يخرج تقرير تاع الطب الشرعي المفصل ويقول لهم واحد الكارثة ما عمركم تخيلوها ولا تجيكم في بالكم. غادي يقول لهم بلي البنت ما تقتلاتش مع 8 الصباح، لا، البنت تقتلات في الليله اللي قبلها من 2 ديال الصباح، يعني 6 سوايع قبل منها. وماشي غير هنا المصيبه، عرفوا من الطب الشرعي ان البنت تقتلات بالخنق.
وهذه كانت باينه مسكينه في الجثه ديالها صغيره مسكينه هكذاك لي طراس تاع الصباح. الطب الشرعي غادي يصدمهم، ها هو كذب الكذبه، كذب الام في الكذبه الاولى اللي قالتها، هي قالت 8 ديال الصباح البوقتل، وهما راهم يقولوا البنت تقتلات مع 2 د الليل. ركزوا معايا الله يجازيكم بالخير. تقرير تاع الطب الشرعي غادي يقول ان البنيته اللي في عمرها 9 سنين تعرضت لذاك الاعتداء. راكو عارفين اللي يكون ما بين الراجل والمرأة، الاعتداء كان على ملاك عندها 9 سنين. ما يمكنش البو غادي يتعدى داك النوع تاع الاعتداء على فلذات الكبد على بنيته اللي ما عرفاش مسكينه حتى فين راها ساكنه، واش باقا في كازا ولا خرجت كازا. ايوا هنا مدام ميلوده تبدي تسرسر وتعترف واجهوها الكذبه الاولى، واجهوها الكذبه الجويه، واجهوها بتقرير الطب الشرعي، واجهوها. فبدات تعترف، قالت لهم سيدي ماشي عبد الكريم اللي قتلها، راه تامي اللي قتلها. شكون هاد تامي؟ تامي واحد الخضار كيجي يسهر عندها في الدار، كيكمل خدمته، كتوجد ليه الشراب، كتوجد ليه داكشي اللي معاه وتيقصر معاها، تيسهر معاها ديك السهرة اللي راكو شايفينها وتيدور معاها. زيدي لو سيدي غلبو الشراب وغفلني وناض البنت. شنو هو غفلنا سيدي وناض البنت؟ وانتي فين كنتي ما دفعتيش على بنتك؟ هو سيدي راه مشيت ندافع عليها راه ضربني سخفني، وهو اللي دار في بنتي ديك الحاله. ايوا ملي هو دار في بنتك ديك الحاله علاش تهمتي راجلك؟ سيدي خفت. باش خفتي؟ خفت سيدي تتهموني انني عاد باقا مرضو، تقولوا لي علاش جا عندك تامي. اش درتي؟ لو سيدي ملي مشى هو نقيت الدعوه ورميت داك الشراب وستنيت حتى صباح الحال وجيت بلغتكم. بقيتي تشوفي في بنتك هكاك حتى صباح الحال ونقيتي الدعوه. وسيدي خفت. باش خفتي؟ خفت سيدي تتهموني. باش نتهموك؟ هذيك اللعبه نتاع وكر، ديك اللعبه تاع خيانه الزوجيه. انا سولت على راسي من قبل سيدي وكنت حاضي جنابه سيدي حتى كتب المكتاب. ايوا واش غادي نقول لكم، الشيطان شي وقت راه كيحشم وكيغطي وجهه، لا ما نظن، الله اعلم. خلات الخضار وصلاتو البنيته اللي عندها 9 سنين، قالك سيدي الشراب والشيطان حضر، جيبوا لنا الخضار. استجوبوه حتى هو قال لهم الشيطان ما الشيطان والشراب هو اللي بين لي داك الشيء. عرفتش والشرب كيبين لهم داكشي اللي يخلي لهم الجرأة تزيد شويه داكشي اللي كيكون مخبي في الدواخل ديالهم، او لا ما كيكونش كاع على بالو والشرب يبينوا له. ولكن انت طالما كتشرب الشراب راك عوال على خزيت، فالشيطان ما غاديش نحاكمو في بلاصتك. اذا صفتوك انت التامي تا هما شكون؟ تا هما ضم ميلوده. خرج مسكين عبد الكريم كيتو في قلبو، البنيه اللي شحال من سنه هو يستنى فيها هي مشات فيها مشاتوعين، امها سبابها. لذلك نعاودو نقولو اختاروا لنطفكم، اختاروا الزوجه الصالحه وسولوا مزيان قبل ما تزوجوا سواء كنتو رجل ولا نساء. وغادي نقولوا لكم ونكملوا قصتنا بالحكم. تامي خدا المؤبد ومدام ميلوده حكموا عليه ب25 عام. مشاو يكملوا السهرات ديالهم حبيب بيس. الصراحه قليل عليهم، يستاهلوا كتر، لكن القضاء عادل ونزيه وعارف علاش عطاهم هادشي. ان شاء الله
يرجعوا يطبقوا داك الاعدام كما في مصر اللي كيبرد الغدايد. القصه ديالنا سالات واخا عيانه، والله تنحكيها لكم قبلوا على اختكم لانكم غاليين عليا بحال خوتي وبحال وليداتي وبحال عائلتي. فانا دائما كنقول لكم في هذه القناه نتوما عائله القناه، حنا عائله مع بعضنا ومكرهتش نشوفكم كاملين ونجلس معكم كاملين، والله ما كرهت بالفرحات عليا. الله يرحم الوالدين، كل واحد كيكبر بينا وكيكتب لنا حرف جميل وكلمه زوينه كيشجعنا بها، وكل واحد كيعاوننا ببارطاج، وكل واحد كيعاوننا بلايك، وكل واحد كان عنده اثر جميل في حياتنا. راه كنعرف كاع صحاب الكومونتيرات كنقراهم، كنحاول ما امكن ما نردش على الاساءه بالاساءه، لانما كل واحد كيعكس ما فيه، كل يرى الناس من منظور نفسه، والاراء تحترم والاذواق تحترم. فكنصبروا كما نتوما كتصبروا معايا، حتى انا كنصبر مع شي وحدين، ماشي مع كلشي، ما نعموش باش نعمو راه خطا. شكرا لكم، الله يرحم الوالدين من القلب الخالص، الله يجازيكم بالخير، كما كتفرحوني الله يفرحكم. في امان الله وحفظه، دوزوا بخير.